الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من فيض عطاياه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه وإن كان سيدا قرشيا. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم استمعنا منذ آيات أو منذ قليل إلى آيات بينات من سورة الإسراء. وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام الله. ونحن في تلك الليلة المباركة، ليلة جبر الله فيها بخاطر نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن في تلك الليلة ليلة تكريم الحاج مصطفى عبد الرحمن، فنسأل الله عز وجل أن يجبر بخاطره في تلك الليلة كما جبر بخاطر حبيبه صلى الله عليه وسلم. بدأ القارئ بقول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فنعلم أن تلك الرحلة المباركة جاءت بعد عناء، جاءت جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفضت مكة بذرة التوحيد، ودعا النبي دعاءه المشهور في تلك الليلة حينما ذهب إلى الطائف، فقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس. فقال العلماء بأن سر شهر رجب في ليلة 27، وسر شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان، وسر شهر رمضان في ليلة القدر. فجاءت تلك الرحلة جبرا لخاطر النبي، كأن الله يقول لحبيبه: إن ضاقت بك الأرض فلن تضيق بك السماء، وإن أنكرك أهل الأرض احتفى بك أهل السماء، وإن كنت بين الكافرين ولا يقدرون خير المرسلين فأنت في السماء بين الراكعين الساجدين. وإذ برب البرية يأخذ بيد الذات المحمدية في رحلة أرضية سماوية ليرقى به فوق الكواكب العلوية، ويسجد في حضرة الذات الإلهية، ويمنح وسام العبودية، ويأخذ الصلاة من الله هدية. سبحان من أسرى به ليلا إلى حرم بأرض الشام ظل مطهرا، صلى بكل الأنبياء جماعة، إن الوفود يقدمون الأكبر، ثم ارتقى نحو السماء لمستوى فيه رأى المجد الأسيل موفرا، وعليه قد فرض الصلاة، وبعدها سكن الفراش كأنه ما قد سرى. فجاءت تلك الرحلة جبرا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الأنبياء في ساحة بيت المقدس لاستقبال نبينا صلى الله عليه وسلم، استقبال
وترحيب ما بعده ترحيب، ليعلن لنا ربنا هنا توحد الرايات وهنا ترفع المقامات. فمن يكون إماما في هذا الحشد العظيم؟ آدم الصفي إمام، أم إبراهيم الخليل إمام، أم موسى الكليم إمام، أم عيسى الروح إمام؟ الكل وقد كسر الزحام، ينظر بعضهم إلى بعض ويستحيي بعضهم من بعض، فيأتي أمين السماء ليقدم خير الأنام. تقدم يا محمد فأنت الإمام. إنها ليلة التكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخذ من تلك الرحلة المباركة عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الطائف حينما نزل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد لو أمرتني أن أقبض عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن انظر إلى الرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعهم يا جبريل لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة العفو عند المقدرة، فكن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيب أمر وسواس، فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هلا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاس، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاس، ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وفي لاس، يفر كل امرئ منا من غير فرق. هلا تذكرت هذا اليوم أم ناسي؟ فينادي مولانا أين الذين هم على الله أجرهم فلا يقوم سوى العافين عن الناس. ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته. اللهم إنه قد نزل ضيفا عندك، وضيف الكريم لا يضام، فأكرم ضيافته يا رب العالمين. اللهم كما جبرت بخاطر حبيبك في تلك الليلة فاجبر بخاطره يا رب العالمين. اللهم إنه قد نزل ضيفا عندك فأكرم ضيافته يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة من أسعد لياليه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. شكر الله سعيكم جميعا.